السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. يلا بقى رمضان وحلويات رمضان، ونعمل بقى أشكال والوان. حاجة حلوة تشرفك في العزومات، شكلها تحفة وطريقتها جميلة. تعالوا نشوف عملناها ازاي. أولا دي حاجة كده معمولة من الكنافة، طريقة جديدة غير الطرق التقليدية. جبت 350 جرام من الكنافة، حطيتهم في الفريزر ساعتين لحد ما اتجمدوا، وبعدين خرجتهم. أفضل بقى فرفت فيهم بإيدي كده. ممكن كمان تعمليهم في الكبة لحد ما تنعم معاكي. بعد ما نعمت معايا كل الاضافات اللي انا هضيفها: 3 معالق من السكر البودرة، ونص كوباية من السمنة. بس كده، بس كده، مش محتاجة اي حاجة تانية. ادي 3 معالق من السكر البودرة عشان يدوني كده لون وقرمشة حلوة كده للكنافة. نقلبها كويس كده مع بعض. تتباع في المحلات بأسعار وهمية، يعني لو هتقارنيها بتكلفتها في اللي انت هتعمليها في البيت فما تتقارنش نهائي. ده غير كمان ان حاجة البيت يعني بيبقى ليها طعم كده مميز. استعملت هنا نص كوباية من السمنة. استعملي سمنة تكون حلوة عشان تديكي نتيجة كويسة، خصوصا في الحلويات الشرقية. ضغطت بقى الكنافة كويس قوي في الصينية. انا استعملت حتى في نفس الصينية اللي هسوي فيها، عشان ما اقعدش كده ايه اكركب الدنيا حواليا. نضغطها حلو عشان تبقى متماسكة معايا. شغالة الفرن يسخن. ندخل الصينية على الرف الوسطاني. مش هتاخد اكتر من نص ساعة وتطلع معاكي زي الفل. ادي الكنافة معايا استوت وبقت تمام. عندي بقى شربات بارد، كوبايتين سكر لكوباية مية. سيبهم وما يغلوا عصرة نص ليمونة، واسيبهم يغلوا 5 دقايق. لو عايزة الكنافة طرية ضيفي الشربات وهو دافي. كريمة مخفوقة، واضيف عليها نص كيلو فراولة متقطعة. ونقلب الكلام الجميل ده كله كده مع بعض. ممكن كمان تخلي الكريمة اضربيها بعصير فراولة، بس ساعتها يبقى طعم الفراولة ظاهر فيها قوي. انا اكتفيت بس باني انا اقطع الفراولة فيها قطع كده، كان طعمها بجد جميل. ضفنا الطبقة كلها كده. اخر حاجة بقى للوش، هضيف وحدات فراولة، كل واحدة مقسومة نصين، وهرصهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اوعوا تكوني لسه لحد دلوقتي نسيتي تشتركي في القناة وتحطي اللايك للفيديو. ايه رأيكم في اخر تكاية بقى هنعملها؟ هنضيف بقى، بصوا، يا اما معلقتين من جيل الفراولة، يا اما هنضيف ممكن جيلو من بتاع الجاتوه، يا اما لو ما عندكيش دوت او دوت، دول معلقتين من العسل التقيل اللي احنا عاملينه بتاع الكنافة، وضفت له نقطتين من اللون الغذائي. هيدوكي اللون دوت، بتحافظي على شكل الفراولة، هتديكي شكل كمان جمالي حلو قوي للطرت اللي احنا بنعمله. انا مدياكي كذا بديل اهوت وكذا اختيار، اللي موجود عندك استعمليه. كله ان شاء الله هيديكي طعم حلو قوي، وبنفس الوقت بيديكي برضو شكل جميل. بعد ما تخلصيها دخليها مش اقل من ساعتين التلاجة. تلاقيها بقى كده الكنافة طريت معاكي واتشربت من الطعم، بتبقى بجد طعمها وهمي. يا رب تكون الطريقة عجبتكم، واتمنى ان شاء الله ان انتوا تتابعوني على طول في القناة. وبجد بحبكم في الله. لو عجبتكم الطريقة ما تنسوش تقولوا لي في الكومنتات، ولو عايزين اي وصفة قولوا لي وانا اعملها لكم. يلا استودعكم الله، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. سلام عليكم.